السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. شايفين السبونج ده ينفع سويسرول، ينفع جاتوم. هوريكم ازاي يتعمل بطريقه ناجحه جدا ويطلع معاكم طري ومش ناشف من الحروف. زي ما انتم شايفين شكله كده، مقادير بسيطه جدا. وعملت بنص كوبايه دقيق 12 ولا 13 قطعه جاتوم، مش فاكره بالظبط. وهوريكم الجناش بيتعمل ازاي. شايفين بيلمع ازاي وقوامه حلو بأسهل طريقة. بينا ندخل على الفيديو، بس في البداية نحط لايك ونصلي على رسول الله. أول حاجة هعمل المكونات الجافة بتاعتي: نص كوباية دقيق، 20 جرام كاكاو. نص كوباية دقيق وعشرين جرام كاكاو، تمام. و30 جرام نشا، وهو دوت مكونات بديل السبونج، و5 جرام بيكنج باودر. وانخل بقى المكونات الجافة بتاعتي بالطريقة دي كده. كل ما تنخلي المكونات بتاعتك كل ما تديكي نتيجة حلوة قوي، تمام. نيجي بقى هنحط 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ونص كوباية سكر، تمام، وفانيليا. وهحط حوالي غطا خل كده من الازازة، واحط شوية ملح، تمام. وابتدي بقى ايه، اضرب المكونات بتاعتي كده لحد ما لونها يفتح ويتضاعف بالشكل ده كده، تمام. طبعا انا مسرعة الفيديو عشان ايه، هياخد معايا وقت طويل. امتى ابقى اوقف ضرب بقى في المكونات؟ لما احس انها بتعمل منقار كده زي ما انتوا شايفين، تمام. خلاص كده المكونات بتاعتي اهي اتضربت، وعملنا المكونات الجافة في اول الفيديو. هننخلها برضو للمرة التانية عشان تدينا نتيجة حلوة. واحنا بنحط المكونات الجافة، هحط شوية بشوية واقلب من تحت لفوق بكل ارتاحية كده، عشان ما اخرجش الهواء اللي انا ايه دخلته في قلب السبونج، تمام. اهو بالشكل ده كده. هنا ايديا سريعة عشان ايه، انا مسرعة الفيديو، لكن اعملي كده ببطء، تمام. وتجيبي من تحت لفوق من غير ما تخرجي الهواء، تمام، بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. وتحطي المكونات الجافة شوية بشوية. وفي الاثناء دي انت مولعة الفرن ساخن مسبقا، عشان ايه، تحطي السبونج مش هياخد معاكي 10 دقايق، تمام. افضل بقى اخلط بقى لحد ما المكونات الجافة كلها تخلص معايا. وقلبناها وكل دقيق اختفى، ومعانا بقى صاج 30 في 40 ومفروش بورق الزبدة ومدهون زيت، تمام. وانزل بقى بالسبونج بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، وافرده بقى كل الطبق، يعني كل السطح كله حجم واحد، تمام. مفردش حتة عالية عن حتة، تمام كده. ابتدي بقى كده افرد كده اهو بالشكل ده كده، اهو زي ما انتوا شايفين. واخبطه خبطتين وادخله الفرن، مش هيقعد 9 دقايق 10 دقايق بالكتير. اهو الاسبونج بتاعنا شايفين شكله عامل ازاي، تحفة وريحته فظيعة. ده سبونج البيت مش سبونج جاهز، تمام. حطيت بقى ورق زبدة وهو سخن كده، ونقلب بقى الصاج بتاعنا بالشكل ده كده بنفس الطريقة اهو، تمام كده. واروح ايه وهو سخن برضو، اروح شايلة الورقة اللي هي كانت في أرضية الصاج، تمام كده. شايفين شكله طري ومش قادرة اقول لكم فظيع وهش جدا، تمام كده. واللون شايفين انا ايه، ولا بيتكسر ولا حاجة. هرجعه بقى تاني في الصاج بالشكل ده، واغطيه بقى لما يهدى. وبعد كده ايه، نبتدي نشوف هنزوقه ازاي مع بعض. وغطيته كده بفوطة وسبته على جنب. هعمل بقى الكريم شانتيه. حطيت كوبايتين كريم شانتيه، حطيت معلقتين باستري كريم، وحطيت عليهم كوباية كوباية ونص لبن، يا إما مية. بس أنا حطيت لبن ومية،
تمام، ويكونوا تكون متلجة، يا حبذا لو بالتلج. ومعاهم معلقتين كاكاو عشان انا عايزة ايه اللون ايه مش ابيض. ممكن تعمليه ابيض من غير كاكاو، وممكن تحطي معلقتين نوتيلا اللي عندك. انا ما عنديش، حطيت عليهم معلقتين كاكاو خام، واشوف هيديني اللون اللي انا عايزاه ولا لا. هبتدي بقى اضيف الكاكاو لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. تمام، بعد ما خلاص وصلت للون، هحطه بقى في كيس كده. ونبتدي بقى ايه، شايفين الاسبونج طري ازاي؟ نبتدي نزوق الجاتو بتاعنا. او عايزه تعمليه سويس رول، بيبقى جميل جدا. هقسمه بقى نصين. انا كنت محتاجه اعمل جاتو الصراحه، جايلي ضيوف طبعا، وبعدين ايه بدل ما نشتري فقلت ايه اعمل جاتو. تمام، واجي ازوقه بقى على حته ايه اللي هي الناعمه، مش على الوش. هنعمل بقى المحلول اللي هو انا اسقي بيه. دوبت كده معلقه كاكاو. تمام، مع كوبايه حليب، او ممكن معلقه نوتيلا. تمام، وتبتدي بقى تسقي كده الجاتو بتاعك من المحلول بيبقى جميل جدا. وحطيت الكريم شانتيه في كيس، وابتديت بقى ايه ازوق الجاتو بالشكل ده كده. عايزه ما تحطيش في كيس ما تحطيش، عايزه تحطي في الكيس، بس هو ايه الكيس ايه بيسهل عليكي. تمام، خلاص كده اول طبقه. تمام كده زي الفل. واحط بقى ايه الطبقه التانية كده عليه، واضغط عليها. تمام، وبعد كده ايه برضو احط محلول اللي احنا بنسقي بيه، وانزل برضو كده بالجاتو بتاعي، قصدي بالكريم شانتيه. وجلسنا بقى الجاتو كده. نعمل بقى ايه، وسبناها بقى في التلاجة حوالي 5-6 ساعات كده. نعمل بقى عندنا شوكولاتة خام 200 جرام مع كوباية حليب دافي. تمام، هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. سيحتها كده على بكوباية الحليب، وحطيت مكعب زبدة. تمام، وبعدين بقى احط الجنش ايه على وش الجاتو كده. شايفين تحفة وبيلمع وفظيع. ان شاء الله جربوا الطريقة هتعجبكم جدا، بس لسه محدش لايك يحط لي لايك. تمام، وده جنش مش يعني بأبسط الطرق. والدقيق السبونج زي ما قلنا مش دقيق سبونج جاهز من عند العطار. نبتدي بقى بالطرنش بتاعي كده اسوي الحروف. تمام، الحروف دي طبعا مش هرميها، وكل ما تقطعي تروحي تغسلي السكينة بمية دافية او سخنة. تمام، شايفين اهو. وتنزلي كده وتسحبي السكينة من تحت بالشكل ده كده. ايوه كده، واسحب السكينة من تحت. تمام، عندي بقى ايه القطعتين اللي على الحرف دول هعملهم ايه مثلث. وابتدي بقى عملت كده وردات كده من على الوش. التزويق ده بقى ممكن تحطي فاكهة، اناناس، اي حاجة. ممكن بشر شوكولاتة، تبشري شوكولاتة كده وتحطيها على الوش. الامكانيات بقى ايه المتاحة عندك. تمام كده. عايزة اقولك الجاتو ده ما تكلفش معايا حاجة خالص. تمام، ونضيف وطعمه حلو جدا. واللي البواقي اللي فضلت حطيتهم في كوبايه وزوقتهم كده من على الوش. اللي في الكوبايه دي طلع طعمه احلى كمان من الجاتو نفسه.